مساء الخير. أنا المرشدة السياحية، والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة. فناننا النهاردة من نوع مختلف. فناننا النهاردة الفنان الجميل والكبير حسن حسين، الله يرحمه. تاريخ ميلاده 9 نوفمبر 1935. تاريخ وفاته 5 أغسطس 2005. توفى عن عمر يناهز 70 سنة. الله يرحمه يرحم الجميع. ممثل مصري، اتخرج من كلية طب بيطري عام 1959، وكان عمره في الوقت ده 24 سنة. مارس مهنة الطب لمدة 5 سنين، وبعد كده قرر ان هو يمثل، ومثل في أوائل الستينات، واشتغل في المسرح والتلفزيون والسينما. ومن أهم الأعمال اللي عملها مسلسل الجزار الشاعر وابن تميمة. ومن أهم الأفلام اللي عملها عفريت مراتي، كابوريا. قدم 214 عمل فني، ومنهم العمة نور، رياح الماضي، أوراق مصرية الجزء الثاني، أسوار الظلم، العاشقان، حمزة وبناته الخمسة، عوض وجحا، الحقيقة الغائبة، الكلام في الممنوع، حديقة الشر، زيزينيا الجزء الثاني، قط وفار 5 ستار، الإمبراطورة، كلام الليل، البطل، المتهم مين، أوراق مصرية الجزء الأول، رد قلبي، الدنيا وما فيها، امرأة فوق القمة، بوابة الحلواني الجزء الثالث، عندما تضحك الأوتار، وجاري البحث عن شحتة، استاكوزا، الحفار، ساكن قصاد الجزء الثاني، عريس من باريس، يوميات ونيسة الجزء الثالث، 2-2، البراري والحمول، حكايات من حارتنا، ساكن قصاد الجزء الأول، شارع المواردي، مشوار، السيد كاف، بوابة الحلواني الجزء الثاني، تلاجة بالتقسيط المريح، جدعان الحلمية، خلطة بيضة، زيارة السيد الرئيس، 6 على اليمين، صور ملونة، الشطار، بنات في ورطة، ديك البرابر، مهمة في تل أبيب، ننوسة، عصر القوة، يا ناس يهو، البركان، الدنيا وردة بيضة، حفنة من الرجال، سيدة القاهرة، صباح الخير يا جاري العزيز، كابوريا، مطلوب عروسة، مواقف ساخرة، هي وغيرها، يوميات مدينة على النيل، جيران آخر الزمن، حارة الطيبين، زيارة خاصة جدا، عنبر الموت، كتيبة الأعدام. الله يرحمه لأنه ترك لنا سيرة طيبة نتكلم بيها عنه، ولأن قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة، وعشان كده استنونا في قصص حياة الفنانين اللي جاية. يا ترى هنتكلم عن مين؟ سلام عليكم.